يا صباح الفل ويا مساء الفل على حسب ما بتشاهدوني وبتشوفوا الفيديو بتاعي. بصوا على الحاجة القمر دي، شايفين الحاجة القمر دي؟ الحاجة القمر دي مش هتاخد مننا لا إمكانيات ولا وقت كتير قوي، يعني فاهمين؟ هو الهلال اللي معايا كبير شوية فخد وقت، يعني عشان هو كبير كبير. بصوا بالنسبة لده، ده ابنه، فاهمين؟ كبير قوي فخد معايا وقت، بس قمة الرقة وجميل جميل بجد وما خدش جهد. عايزه اقول لكم ان الخامات المستخدمه آه يعني مناديل ورق. طبعا هو موجود على النت. حبوه معايا بجد بكل تفاصيله. اللون بتاعه بقى مفاجأة، يعني التلوين ده. انا هقفل لكم الاضاءة قبل ما ندخل على الفيديو كده عشان تشوفوا التلوين بتاعه. يا ترى ايه اللون ده؟ ايه البينك في ذهبي ده؟ ولا حاجة خالص يا جماعة. تابعوا معايا الفيديو وتعالوا نشوف هنعمل ايه. في ان انا فيديو رمضان نزل وفيديو تحضيرات وزينة رمضان وحركات وكله نزل. بس اللي حصل بقى يعني ان انا ايه، كل ما اشوف حاجة جديدة او افكر في حاجة جديدة كده اعملها. النهاردة بصوا، هو انا لو عملت ده بورد، بصوا ده الهلال، طبعا شكل هلال بس عاملاه كبير شوية. لو انا عملته بورد هيبقى غالي قوي معايا، تمام. آه، غير ان يعني هيبقى غالي، انا فعلا جبت ورود وحاجات كده. اوكي، بس انا حبيت اوريكم الطريقه التانية اللي انا شفتها على النت. تمام. بصوا دي ورده لسه عاملاها. بصوا لما ببعت الصوره قوي الفلاش بيبوظ كده، مش عارفه ايه. تمام، بصوا انا مخرماه عشان انا عندي البيبي لايت او النور اللي انا هحطه هو بزابيز كده. انا عايزه النور يبقى من ورا الورد ده ظاهر، فاهمين؟ الورد ده انا هلونه بايه؟ في مليون فكره ممكن تلوني بيها، ممكن ترشيه بلون لو انت حابه. بس انا مش حابه خالص كل ده. انا هاخد شويه بلاشر زي ما انتم سامعين كده، بلاشر، وهحطه عليه بالفرشه. هيدي داي بينك. اوكي، وهرش عليه شويه لون ذهبي وبس كده. بس كده بجد هيبقى جميل. بصوا انا خلصت لغايه هنا، يعني اعتبر خلصت ايه، مش عارفه قد ايه منه. بس انا لازقه اللي فوق دول، بس دول لسه مش ملزقوش، يعني دول كده كده. بصوا احنا هنشوف هننتهي لايه يعني. اوكي. طبعا انا جايبه له قاعده كده برضو لسه فيها افتكاسه. جبت شويه، بصوا هي فيها الوان وحاجات سيبكم منها. جبت شويه نجوم، انا اللي عملتهم، نجوم ورق صغننين من نفس ده، ولونتهم ما بين الذهبي والاسود. بس انا لسه في افكار في دماغي ومش عارفه، ما حددتش لسه هعمل ايه. مش عايزاها تبان ابدا انها معموله، عايزاها تبان كانها حقيقيه يعني. بصوا يا جماعه كده قسمنا المنديلين نصين بالمقص عادي. تمام، هنبدا نعمل الحكايه دي بسيطه جدا. بصوا شايفين؟ بسرعه كده يعني. تمام، بصوا شكله. اوكي، انا استخدمت ده اي حاجه يعني. ده سلك على فكره، سلك كهربائي انا اشتريته. نقسمها بالنص. ثواني. اوكي، نبدا ناخد الطرف ده. ثواني. بصوا قصينا كده على شكل نص دايره. الطرف التاني. تمام. بس اوكي، هبدا افرد كل جنب واطلع هما اسمهم ايه دول؟ الورق ده. هما يبقوا 4 ورقات يعني. هقدمهم لقدام، يعني مش لورا، زي لقدام كده. تمام، للحته اللي انا عايزاها تبان، يعني الورده، يعني ناحيه الورده. ثانيه، دوري على اي طرف بس واعملي. اهو، دول كام واحده؟ واحد،
2 اهو. بصوا ادي النص الاولاني اظن ظاهر. تاني واحدة فتحتها برضو. بصوا هو طبعا في حاجة تانية احسن من السلك ده، بس انا اللي جبته كنت مستعجلة، كنت بظبط انوار عندي في البيت اساسا، اللي هي حاجة رمضان، حاجات بايظة بصلحها. الحاجات دي مهمة جدا عندي، يعني انا ما بروحش للكهربائي ابدا رحت له 20 مرة عشان خاطر الحاجات دي يعني. بصوا المهم يعني لقيت عنده الاسلاك دي، فقلت خلاص هجيبها وخلاص، يعني بدل ما اقعد الف يعني. عشان يعني احكي لكم القصه، يعني كان في مدرسه جايه البيت ومش هينفع انها تيجي وانا غير متواجده كده يعني، فجريت بقى. حاسه ان في واحده ناقصه، واحد من 3 نعدهم. عجبتني اول فكره بصراحه. بصوا ورده ولا مش ورده اهي، شايفين؟ واحطها. انا ممكن اعمل واحده ثانيه معاكم بس انا حبيت الفكره قوي جدا. ثانيه اظبط بس السلك، بظبط حاجتي قبل ما اخد. بصوا انا شاريه سلك احمر وسلك اخضر، هما كانوا 2 على بعض بصراحه، وكنت بفكر اساسا اخد النحاس اللي جواهم بحيث يبقى اخف، وهو النحاس اللي جواهم احسن. على فكره في حاجات كتير في سلك انتوا ممكن تشتروه من اللي هم بتوع الخردوات، اللي هم بتوع الخرز والحاجات دي، بس بصراحه هو سلك كده نحاس يعني او حاجه. اوكي اخدت دي كده، هبدا اعملها. بصوا في ثواني. عادي، حاسه ان بعك سيكه مفيهاش حاجه يعني، كله هيعمل والله، كله هيشتغل عايزه اوريكم حاجه بس نسيت اوريها لكم. في ثواني هنقص النص دايره. سامحوني على التصوير، بحاول اقرب جدا. ثانيا انا قاعده في مكان ومرتاحه فيه قوي ومش عايزه اتحرك منه. زي ما انتوا سامعين كده البيت هص هص كلهم نايمين وانا قاعده بفن يا جماعه عشان انا فنانه. احلى حاجه اما جوزك يعني خلاص بقى مفيش امل بقى، بس هو بجد معجب بالحاجات اللي انا عملتها، خصوصا انها حاجات يدويه يعني. مش طبعا انا شاريه كل الاسلاك النور، لو حاجه لونتها او حاجه طبعا جايباها وخامات وكل حاجه، بس حاسس ان يعني بقى يعني في ثقه، في ثقه يعني. لما اقول له هنزل اجيب حاجه يقول لي طب ماشي. يعني كان في الاول لا 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 نشتري كذا احسن، نشتري افضل، فاهمين؟ اقول له انا هعمل كذا، طب ما هو موجود كده. اقول له طب ما انا مش ده اللي في دماغي، انا في دماغي اللي انا شفته. يعني انا حابه ان انا اطلع حاجه. مش عارفه صوتي قوي ولا لا، بس برضو مش عايزه اعلي صوتي قوي يعني، هما نايمين حرام، انا قريبه منهم مش بعيده يعني. شايفين؟ اهو اول جزء ترفعي كده، تمام. وادي تاني جزء. بصوا حاسه ان الفيديو هيتاكل جامد جدا، بس انا حابه برضو اوريكم لا يعني الوردتين كده وخلاص. بعد كده بقى هلزقهم بشمع. بس عايزه اوريكم حاجه في الهلال كده، هوريها لكم دلوقتي يعني. اهو يعني اقفله ده كويس بس عشان اتفتحت مني، عشان كده بقول لكم بلاش دي. وخصوصا لما بنلزق بالشمع بتبقى فيه علو، وخصوصا كمان اللون ده، اللون الاخضر ده مش عاجبني قوي. اوكي بصوا، حاسه ان دي مش مظبوطه سيكه، بس والله معديه اهو. حلوين ولا لا؟ حلوين جدا جدا جدا. هوريكم حاجه بقى
في الهلال وهوريكم الشكل النهائي. بصراحه وقت اتاخر واحنا دلوقتي بصوا مناديل ملت المكان يا جماعه. بصوا صوره بعيده ليه كده. طبعا هو شكله جميل جدا وكل حاجه، بس مثلا في حتت هنا فيها فراغ، فقررت ان انا اعمل ورود صغننه. اوكي بلس ان انا ممكن اخد البواقي اهي كده مثلا تحط هنا، والله ما هبان والله ما هبان فاهمين؟ في حته هنا كده كده يعني تمام. بس هو الشكل العام حلو جدا. طبعا انا هحط فيه البيبي لايت جواه، يعني هحطه كده، انا عامله له خرام عشان يتسكن جواه، فهيبقى حلو جدا. طبعا انا مع الصوره غامقه شويه معلش علشان خاطر الفلاش قفل عشان بيتشحن، بس وانا سهرانه وحيده شريده علشان اعمل هذا الشيء اللي مش عارفه هيطلع ايه في النهايه. بصوا شكله ايه، شكله النهائي. ثانيه هحاول اطفلكوا لا ثانيه عشان الاضاءه دي ايه مش مبيناه. اوكي طب كده كمان. بص الجمال والروعه. بصوا هقفل الانوار خالص برضو اوريهولكوا. تحفه. مش عارفه ليه التفاصيل مش باينه. شايفين التفاصيل؟ حطيت عليه بلاشر وبعد كده حطيت عليه بودره بودره ذهبي. مش قادره افهم التفاصيل ليه مش باينه بصراحه. بصوا الجمال مش قادره اقول لكم. تحفه. بصوا حابه اجي من بعيد بس طبعا الاضاءه مبهدله الدنيا مبكسله وعامله عمايل سودا. بصوا مش عارفه ليه مش عايز يوضح. بصوا هنا حطيت له الحاجات اللي بتشيلي عليها، مش عارفه اسمها ايه بصراحه، الشيالات دي اللي بتشيل عليها اطباق وحاجات كده، دي بتبقى بلاستيك. دي رحت انا حاطه وردتين كده وحطيت فيهم الذهبي ده كده، حاجه بسيطه خالص على الطرف كده، لكن ده شغل تاني خالص، شغل جميل 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 والله. مش عارفه ليه مش واضح، هتجنن. بصوا طب انور الفلاش طيب اهو. ده كله عباره عن بلاشر وزي ما قلت لكم بتاع، وحطيت الاضاءه من ورا في الاخرام من ورا اللي انا كنت عاملاها. هي الاضاءه بصوا عباره عن ايه، شايفين؟ يعني هي عباره عن الحاجات دي، يعني عاملين زي لمبات صغنونه خالص كده، فاهمين؟ فعرفت ان انا ادخلها، يعني ادخلها في، عملت خرام ودخلتها زي ما انتم شايفين كده، مديه اضاءه، مديه حاجه بسيطه وجميله ورقيقه ومكترتش قوي كمان. بصوا ده القديم اللي انا كنت عاملاه. الواحد بينبسط والله يا جماعه لما يبقى هو اللي عامل الحاجه. اهو قفلت خالص، استنوا هقفل لكم النور خالص ونشوفها. بصوا حاول اقفل ده، اشيل فيشه المصباح ده. بصوا اهو، انا بحاول اظهرها لكم والله بكل الصور، هي مش عايزه تظهر قوي، بس بصوا الرقه، بصوا الجمال، مش عارفه اقول لكم الشكل والله ما واضح اهي. الحاجات الخضرا دي على فكره ادت، يعني هي من قريب باينه كده بس هي من بعيد مديه كأن حاجه خضرا، كأن خضره، انت فاهمين؟ فاهمين الفكره؟ انا مكنتش حباها خالص وكنت عماله اقول لكم عايزه اغيرها فعلا، وانا يعني استيل عند رايي طبعا، بس هي ادت حاجه، يعني ادت حاجه. كنت غطيت جزء منها، بس غطيت جزء منها برضو بنفس المناديل. مين يتخيل ان دي بمناديل؟ يعني استحاله تخيلي ان دي بمناديل، فاهمين؟ احاول كده اضلم الاضاءه اللي فيها. بصوا اهي
عايزه اجيب لكم اللون بس اللي انا عملته بيها. البلاشر طبعا يعني ايه، عملت كتير بلاشر. فكرت ان انا اعمل لها قاعده ومش قاعده ومش عارف ايه، لقيت انها تبقى رقيقه كده لوحدها. بصوا الوردتين قمه الرقه. بصوا على فكره انا مسحت البتاع بس كان موجود كده ومسحت بيه بس، اللي هو اللون البودره ده بتجيبوه من اي حد بتاع بويات وحاجات كده يعني. هو الكيلو ب500 بس طبعا ما تتفاجئوش من السعر يعني. انت ممكن تشتري كميه على قدك زي ما انت عايشه زي ما انت عايزه يعني. انا عشان ايدي في الحاجات دي دايما فبشتري بقى الكميه اللي تناسبني يعني. انا معجبه بيه، مش عارفه احبه معايا. بجد حلو قوي. مش عايزه اطول عليكم الفيديو بجد، بس آه يا رب يكون بس الفيديو عجبكم يعني، ويا رب يكون ابتكار لذيذ. هو موجود على فكره على النت وكل حاجه، بس انا حبيت اعمله معاكم يعني، ولقيته سهل وجميل بصراحه. هو بس عيبه مثلا ازاي هتوقفيه او حاجه كده. زي ما قلت لك الفكره دي لذيذه، بس انا ما حبيتش ابين بقى انها سودة، اللي هي حامل الاطباق ده او كده يعني. فداريته بالوردتين دول. ممكن برضو تعملوا ورود نفس اللون وتداروا بيها، بس الوردين دول كانوا جاهزين عندي وتعبت جدا. الساعه 3 وي تقريبا دلوقتي. الموضوع ما خدش وقت طويل. هو الهلال كبير جدا على فكره. الهلال مش عارفه مش باين. هو بالنسبه لده بصوا، بصوا قد ايه يعني بالنسبه للهلال ده. بالنسبه لده خلي بالكم هو عايز يجي كده شويه، عايز يجي كده كده. اوكي. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم كتير كتير والسلام عليكم. بصوا يا جماعه كنت حابه اوريكم الفلاش بتاعي قفل، ما علينا. عملت كده زينه بسيطه كده في عندي. دول اساسا المفروض بتوع تلاجة بس طبعا خايبين جدا. وما لقيتهمش عملوا اللي هم المربعات دي. ففكرت كده الفكره دي ان هو حاجه تبقى لذيذه في المطبخ بتاعي. انا مش من النوع اللي بحط حاجه في المطبخ بتاعي، آه بس لقيتها هتبقى لذيذه. ثواني. شخبطه هنا، في شخبطه. هنا بس الحاجات كتير قوي يعني معلش، فعامله شخبطه. بس لذيذه جدا. كانت هتبان اكتر طبعا لو في فلاش، بس وحطيت اللايت ده لزقته كده، عامل شكل لذيذ والله. ايه رايكم؟ الخيط ماشي، الخيط ماشي بتاع اللزق في كل مكان. بالمناسبه يا جماعه بس الاير فراير انا مش عارفه جبت لكم فيديو عنها قبل كده ولا لا، بس الفيليبس احسن من البلاك اند ديكر. ما يعني انا شعوري كده، ما اعرفش بقى هل ده حقيقي ولا لا، بس انا شعوري كده يعني. اختي جايبه بلاك اند ديكر بس دايما يعني ايه مش حلوه في الاداء، لكن دي والله بتطلع الاكل تحفه تحفه. مشوي اتس اوكي. ايه تاني؟ طبعا بانيه وبطاطس. بانيه وبطاطس عاديين عاديين. يا جماعه بجمع الفلوس يا جماعه معلش. بس ايه رايكم؟ حاجه بسيطه يعني، حبيت اوريها لكم برضه. ست تفاصيل. ده بوجي، ده عمو شكشك، وده فؤاد المهندس، ودي دي ياسطي ومراته مش عارفه اسمها ايه. وده رمضان كريم بقى اللي هو المفروض يعني اللي هم التختوخه دول لا مش عارفه مين دول. حد يعرفهم؟ لا مش عارفاهم. يلا تصبحوا على خير.